السلام عليكم. أنا بناشد السيد الرئيس السيسي، السيد عبد الفتاح السيسي، وبناشد كل الجهات المسؤولة إن أنا يجيبوا لي ولادي من غزة. إحنا ولادي من سكان غزة، وأنا مواطنة مصرية وعايشة في مصر. ولادي هناك ونزحوا، بيتنا انقصف في أول الحرب، وبعدين نزحوا على الجنوب. ولما راحوا على الجنوب قعدوا عند ناس في بيت. البيت بعد فترة انقصف اللي كانوا قاعدين فيه، وبنتي اتصابت إصابة خطيرة، ودلوقتي هي عندها نزيف في المخ وتهتك في الجمجمة، وعندها عينيها اليمين فقدت فيها البصر، وحالتها خطيرة في المستشفى. وولادها 2 استشهدوا الله يرحمهم، وجوزها مصاب، وهم في غزة. وابني كمان قاعد عند ناس، والله يعلم كيف حياتهم وكيف ظروفهم الصعبة اللي عايشينها. أنا بناشد الرئيس السيسي وبناشد كل الجهات المسؤولة إن يجيبوا لي ولادي من غزة. بنتي لازم تيجي تتعالج في مصر. بناشده يجيب بنتي تتعالج في مصر. هي بنتي إلها حق على مصر، إلها حق على بلدها إنها تتعالج فيها. المستشفيات هناك إمكانياتها ضعيفة، ولو بنتي فضلت هناك هتموت، مش هيقدروا يعالجوها. لازم تنزل مصر علشان تتعالج، لازم تيجي مصابة تيجي بلدها. وإحنا كنا نزلنا مناشدات كتير قبل ما يحصل اللي حصل. سجلنا في الخارجية وفي وزارة الهجرة وفي السفارة، كل مكان سجلنا فيه على أساس إن هم يجوا أثناء الحرب عشان يتعرضوا للخطر، يجوا مصر يتحاموا في بلدهم، تحتويهم بلدهم في فترة حرب زي دي. وللأسف ما لقيناش استجابة، ودلوقتي حصل اللي حصل، وانقصف البيت، والبنت مصابة وفي المستشفى وحالتها خطيرة. هتروح فين تتعالج؟ لازم تيجي. أنا بناشد السيد الرئيس السيسي وبناشد كل الناس إن يجيبوا لي بنتي تكمل علاجها في مصر، نلحق عينيها، نلحقها، بلاش تروح مني. أنا ما عنديش إلا بنتي وابني دولت هناك، وأنا محتاجة إنه حدا يساعدني في الموضوع ده. لازم بنتي تيجي تتعالج هنا. دي مناشدة، وأرجوكوا ساعدوني إن بنتي تعملوا لها أي حاجة وتجيبوها تتعالج في مصر عشان نلحق اللي باقي منها. وبركة.